السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو حبيت نشارك معاكم كيفاش فوت نهاري اللي كنت رحت فيه الورقله. توجور كي نجيو هنايا لحسيم سعود نحبوا نديروا نهار نروحوا فيه لمدينه ورقله، فيها الحوان تشابين، فيها القش شباب، كلش فيها متوفر وتغيير. راكو عارفين حسيم سعود يعني ماشي واحد المدينه اللي كبيره وتروحي يا ربي تروحي منا من هي خلاص يكملوا البلايص، وحنا نتعرفوا توجور رانا جايين باش نحوسوا، نحبوا نجدوا، نحبوا نشوفوا اماكن جدد، نشرو صوالح جدد. المهم كيما راكم تشوفوا احكمنا الطريق وكنا حاسبين روحنا بلي ما خيرناش نهار مليح باسكو جيست حكمنا الطريق والنو ولات ما نحكي لكمش، يعني قلعنا وخلينا الحاله فقط مغيمه، غير حنا قلعنا والنو بدات تزير مع الطريق. قلنا صاي ما كان اليوم لا تحواس لا خرجه لا دورات في السوق لا والو. الساعة غير قربنا نوصلوا مدينة ورقلة انه نقصت بليطو راحت كاع، يعني حبست ولا الحال يعني مغيم. وما نكذبش عليكم الغيام يعني حاجه فادتنا بزاف، على خاطش لو كان ما كانش هذاك النهار الغيام، لو كان راها الشمس طردقت وما قديناش ندورو بسبه الشمس. اللهم يعني ربي كيما نقولوا يعني دارها مليحه معنا وخيرنا النهار اللي مليح. هنا كيما راكم تشوفوا غير وصلنا فتنا ديريكت الحوانت في واحد المنطقه يسموها بني عباس. حقيقه عجبوني فيها الحوانت، سواء مقش البنات صغار كيما راكم تشوفوا، يعني ديتوني بزاف شابين. كيما هذا كان عجبني بزاف، فيه تريك وفيه لاجوب وفيه البيري ب 260، وتاع الكبار يعني اللي فوق 6 سنين ب 290. جاني بري رائع يعني الناس اللي يحبوا يعيدوا لولادهم. ايضا كانوا عجبوني الحوانت بزاف تاع لي بيجاما، واحد لي شوا عندهم كيما راكم تشوفوا هادو لي بيجاما تاع الرجال، وعاود منا لي بيجاما تاع النساء، واحد لي شوا ما شاء الله. لي بري بالنيه يعني 250 200 300 الف مي يعني هذه اسعار عاديه، يعني نصيبوهم سواء في ورقله ولا في تمن راست ولا وين ما نمشوا تقريبا لي بري كيف كيف. يعني المهم خطرات يكونوا متوفرين الدراهم وكي تجي تشري ما تصيبي والو عليها. خطرات نقول كي قال واحد احنا رانا خاسرين الدراهم، على الاقل نشرو حاجه فيها الفايده. المهم كملنا من هاد الحوانت ومن بعد رحنا ضربنا دوره في سوق الحجر. ما قدرت نصور، ما صورت والو، علاش كنت رافده انس وهبلني الا حطيته يخرف في الطوابل. ما يحبش يروح عند ماما ولا اختي، لازم غير انا اللي نرفده. طيح لي صحتي ما صورتش. المهم وبعدها توجهنا الى كشغل سوبرات كبيره، حنا هما يسميوها ايبر مارشي تاع سيلا. وفي الطريق كيما راكم تشوفوا فتنا على الواحات تاع النخيل، وفتنا على هذه نسيت كيش نسموها، السبخه اللي فيها الملح، يستخرجوا منها الملح. وقبل كان فيها الفلامينغو، اليوم ما كان لا فلامينغو لا طويرات، لا اصلا هي وراها ماشيه تنشف كيما شفتوا. برك حبيت نصور لكم البحر تاع ورقله. على كل حال هنا كيما راكم تشوفوا كنا وصلنا العسيله الايبر مارشي اللي قلت لكم عليه. كيما راكم تشوفوا كبير ما شاء الله. فتنا اول حاجه باسكو كانت ديجا كانت الوحدة ونص قريب الزوج تقريبا. فتنا صاي كان بنادم السكر طايح له من الدورات. فتنا قبل دخلنا لهداك عسيلة برك باش نفطروا. في الحق عجبتني الحاله باسكو الماكله عندهم بنينه ما شاء الله، الصراحه الماكله بنينه يعني الطباسه والمغارف وهاد الصوالح نضاف. الحاجه الوحيده اللي روماركيتها ما ينيطوايوش الطوابل، يعني كي يكملوا الخدمات تصيبهم متكسلين، والطوابل ربنا خلقتنا بصح. ابارسا اهم حاجه يعني انه الماكله تكون نظيفه كيما راكم تشوفوا. المهم كل واحد فينا واش كوموندا فطرنا اللي كتبه لنا ربي. انا كليت برك سلاطه، راكو عارفين راني ريجيم نزعق، كليت من كلش ما خليت بيتزا، ما خليت لي بلا، ما خليت تاكوز، دكت من عندهم كاع انا كليت حقي وزدت كليت من عندهم كاع. المهم ولا علينا كي نروحوا ان شاء الله لدارنا ونكملوا مع التحواس ندوروها ريجيم. المهم هنايا كيما راكم تشوفوا دخلنا ضربنا دوره فهداك المارشي الداخل. وبما انني باينه انا ندور من جهه ليكوش، ندور من جهه اللانج، تدور من جهه الطباسه والماعن، هاد الصوالح اللي ندور انايا من جهتهم
ويهموني كيما نقولوا. المهم كما راكم تشوفوا عندهم في الحق ما عند شابين بصح الاسعار شويه غاليين، كيما هادو مثلا زوج غرفيات ب150 ألف. شويه بزاف. المهم اضربنا دوره، شحال قلت المهم من خطره راني غير المهم المهم ضربنا دوره في المارشي وكملت رحلتنا من ورقله في هاد البلاصه. يعني كي كملنا حكمنا الطريق باش نتوجهوا للدار. ديجا كانت تقريبا 4 ولا 4 ونص تاع العشيه وصايي بنادم دار اللي كتبه ربي والباتري طاحت فابل. وحبيت نشارك معكم كيما راكم تشوفوا كي نكونوا في طريق تاع ورقله حسين مسعود تشوفوا واحد المناظر اللي قلت لكم كيما المره اللي فاتت ما تلاقوهمش في بلايص واحد اخرين. هاد الكوام تاع الخدمه، الصوندات، الشركات، لي طوخش، الجو، الرمله، صوالح فريمون سبيسيال. المهم كما راكم تشوفوا جيست وصلنا هنايا. لقينا لولو اماني ديجا موجدت لنا القهوه. هي راها مريضه بزاف وما راهاش تقدر تخرج معنا. الله يشافيها ويشافي كامل الناس اللي راهي تعاني من مرض هاد الايامات. هنايا جيست كملنا القهوه، خملنا هذيك الطابله ورحنا حطينا المراجعه، نراجعوا كاع واش شرينا ونعاودوا نجبدوا الصوالح وعاود اللي ندسوه واللي نطبقوه. وهنايا النوسه كما راكم تشوفوا كان يلعب اللعبه اللي شراها هو من ورقله. المهم اخر حاجه كنا درناها اكيد وجدتنا لولو اماني العشاء، تعشينا وهذه هي كانت النهايه. كملناها بمسلسل، يعني توجور في السهرة رانا نديرو فيلم ولا مسلسل نتفرجوه انا والبنات. هذا هو كان الفيديو تاع اليوم، نتمنى انه يكون نال اعجابكم. ما تنساوش انكم تخليوا لي ارائكم في التعليقات. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.